السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ يا رب يكون كلكم بخير ويا رب تكونوا دايما في أحسن حال وأتم صحة. النهاردة أنا جاي لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نبدأ النهاردة ونشوف اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. في البداية حابة اشكر كل اللي بيتفرج عليا لأول مرة، وكمان حابة ان انتوا تضيفوا لي تعليقات كده حلوة وتعرفوني بنفسكم علشان ارحب بيكم. وجودكم بجد شرف ليا، وجودكم تحفيز يعني وحماس، وبيديني طاقة قبل التصوير وبيشجعني جدا. فيا رب كده دايما كلنا نكون سند لبعض، نكون دعم لبعض، نقف جنب بعض. بجد كل حد فينا فتح قناة، او اول ما فتح القناة كان حلمه ان ربنا يكرمه وان هو يحقق حلم نفسه فيه. وان قناته تكبر ويتعرف ويبقى ليه اسمه على اليوتيوب. فيا رب ان شاء الله باذن الله كلنا نحقق الحلم ده بمناسبه السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين. يا رب ان شاء الله باذن الله يحقق لنا كل اللي نفسنا فيه، ويا رب ينصر اهلنا في غزه وتكون سنه سعيده عليهم، ويكون سنه جديده عليهم فيها كل الخير وفيها كل النصر ويرحم امواتهم وامواتنا. بصوا مش عايزه اطول عليكم لان لما بتكلم بصراحه في الموضوع ده نفسيا هتلاقوني قفلت وما بقتش عارفه اتكلم خالص. فربنا يا رب يعينهم ويعيننا وتكون سنه سعيده على الكل باذن الله. عايزه اقول لكم النهارده الروتين بتاعنا ان شاء الله يا رب يعجبكم. هو بس كده ايه، انا كنت لسه راجعه من عند ماما. انا كنت منزله لكم فيديو امبارح، بس الفيديو بتاع امبارح ده انا مصوراه قبل ما اروح عند ماما على طول. فبس ما نزلتهوش غير لما رجعت، يعني انا رحت عند ماما قعدت بس يومين ورجعت. رجعت امبارح وكده. فاول ما رجعت امبارح رحت مصوراه منزلاه لكم. فانا كنت عايزه انزله وانا هناك، بس بصراحه النت كان هناك فيه مشكله وكده. فاول ما رجعت على طول رحت منزلاه. المهم بقى النهارده اول بقى ما يعني انا جيت امبارح من عند ماما ما عملتش اي حاجه. كل اللي انا عملته يا بنات ان انا دخلت نمت على طول، كنت راجعه تعبانه جدا. فما كنتش عملت اي حاجه بقى ولا شفت المطبخ ولا اي حاجه. طبعا انتوا شايفين المطبخ عامل ازاي، وانا كمان كده كده لسه كنت منضفاه بقى تنظيفات كده قويه. فاول ما صحيت بقى النهارده تاني يوم كده رحت دخلت بقى ايه على المطبخ. ف يعني فقت الاول كده عملت شويه حاجات كده في الشقه مع نفسي بعيد عن التصوير، وقلت بقى ايه اصور معاكم وانا كده بعمل روتين في المطبخ بتاعي. عايزه اقول لكم المطبخ كان مليان كميه مواعين مش عايزه اقول لكم بجد. انا عندي ابراهيم جوزي بصوا هو ما شاء الله عليه، يعني ربنا يبارك فيه وكده. يعني بيعرف يعمل كل حاجه، بس هو ايه مشكلته في المطبخ، يعني ملوش خالص في وقفه المطبخ وكده. يعني حتى لو انا مش موجوده او بايته بره، لو استخدم اي كوبايه استخدم اي حاجه، ملهوش خالص في ان هو يغسل الكوبايه وراه او يعمل، لا ملوش خالص في المواضيع دي. بس هو بيعمل اكل حلو، يعني لو ليه مزاج ان هو يقف في المطبخ كده ويعمل اكله حلوه بيعملها بصراحه. نفسه حلو جدا في الاكل. ففي حاجات اللي هو بيعرف يعملها وفي حاجات لا. فالمطبخ بقى لما بكون سايبه البيت يومين ثلاثه كده برجع بلاقيه كله مواعين بقى وبتاع. ما كان بقى ما بيعمل اكل لنفسه، لان بصراحه انا ما كنتش عامله قبل ببقى اكل قبل ما امشي. فهو كان معتمد على نفسه، فكانت المطبخ عندي يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده. فاول حاجه ايه عملتها كده في الشقه، ظبطت شويه حاجات، مليت السرير ومش عارفه ايه، وبعد كده رحت داخله على المطبخ فقلت اصوره معاكم. فقلت الحق نفسي كده قبل ما المطبخ يعني يفلت من تحت ايديا ويتراكم بقى عليه ايه ويتبهدل بقى اكتر وكده. عايزه اقول لكم ان المطبخ من الحاجات اللي بتتبهدل بسرعه جدا، ومش عندي انا بس، اكيد كلكم زيي. يعني يوميا احنا بنخش المطبخ يوميا، بنخش مرة واتنين وتلاتة في اليوم، سواء فطار بقى غدا عشاء هنعمل اي حاجة. فالمطبخ ده هو روح الشقة. فبالنسبة لي لو هو نظيف ومتروق ومفيش مواعين في الحوض، انا كأني الشقة عندي كلها نظيفة بجد. يعني حتى لو الشقة كلها مثلا محتاجة تتروق او متبهدلة، بس المطبخ لو هو نظيف وتمام خلاص. يعني انا بحس ان 90% من شغل البيت هو في المطبخ. فلما بعمله كده وبظبطه او الدنيا تكون مترتبه فيه ومفيش بهدله او مفيش مواعين، بيبقى يعني بجد بيبقى هم كبير قوي من على قلبي متشال. المهم بقى انا كان عندي كميه مواعين، بصوا شايفين كلها كوبايات، يعني تقريبا ما كانش فيه كوبايه واحده في الحوض في المطبخ. فعملتها بقى ايه اول حاجه كده عملتها، بس طبعا روقت الرخامات الاول ولمعتها ولمعت الفرن من فوق عشان التراب.
لان انا على طول فاتحه الشباك بتاع المطبخ علشان التهويه. بمناسبه المطبخ بقى مات، عايزه اقول لكم ان انا عندي المطبخ الاضاءه بتاعته وحشه جدا بجد، يعني مش عارفه ليه. يعني غير الشقه شويه، يعني انا بحاول اظبطها على قد ما اقدر، جبت شرايط الليد دي وحطيتها. وحتى عندي الاضاءه نفسها بتاعه المطبخ اللي هي في السقف والله حلوه، يعني انا جايبه كشاف. آه آه الاضاءه بتاعته عاليه جدا، وبعيد عن التصوير لما بقف في المطبخ او كده واشغل الكشافات والليد والكلام ده كله بحس ان الاضاءه عاليه جدا جدا. بس مش عارفه ليه بقى في التصوير بتبقى ضعيفه. فقولوا لي اقترحوا عليا كده يا بنات، يا ربي كده، يا ريت اللي بيسمع الفيديو ده وعنده افكار حلوه للاضاءه، او مثلا عامل حاجه في المطبخ مخليه الاضاءه عنده عاليه وخصوصا في التصوير يقول لي افكار. لاني بصراحه احترت، مش عارفه يعني اجيب شرايط ليد تاني برغم ان انا جايبه ومعلقه شرايط ليد، ولا اجيب اضاءه ايه تاني. عندي كمان رينج لايت بس عايزه اصلحه لان هو بس محتاج يتظبط. فمش عارفه اعمل ايه، فاهميني؟ فالاضاءه بتاعه المطبخ مضايقاني جدا، ومضايقني حتى التصوير فيه. بس انا ان شاء الله الفتره الجايه هعمل شويه تعديلات كده في المطبخ، في البوتاجاز والمطبخ نفسه والكلام ده. ان شاء الله ربما بقى توسع عليا وتخلي الدنيا مريحه للعين اكتر، لان انا حاسه ان المطبخ عندي زحمه. يعني برغم ان انا مش حاطه حاجات كتير على الرخامه، وبحاول على قد ما اقدر ما احطش، يعني افضي الرخامه واخلي المنظر مريح للعين شويه، واخف من الحاجات اللي في المطبخ. بس برضو طول الوقت حاسه ان هو زحمه. فمش يعني اقترحوا عليا كده افكار، لان الفتره اللي جايه باذن الله عايزه اعمل شويه تعديلات في المطبخ. فدي كانت حاجه عايزه بجد اخد رايكم فيها، فيا ريت يا بنات تحطوا لي كده رايكم، وتقولوا لي ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها الفتره الجايه تزود الاضاءه شويه، بس برضو في نفس الوقت ما تكونش مكلفه قوي. لان انا عايزه اقول لكم ان انا مش، يعني انا هنا في الشقه، يعني دي مش شقه تمليك مثلا، مش شقتي تمليك، مش هينفع ان انا اقعد اكسر في حاجه او ازود اضاءه او اركب سبوتات او الكلام ده كله، انتوا فاهميني؟ فاللي هو انا مش عايزه اعمل حاجه تكون اول حاجه مكلفه، وتاني حاجه انا كده كده مش هقعد فيها على طول، انا هسيبها وهمشي. فطبعا انا مش عارفه هسيبها وهمشي امتى، او ربنا هيكتب او ايه الفتره اللي جايه، او انا مش عارفه انا مثلا هقعد فيها قد ايه. ربنا يعني يقدم اللي فيه الخير يا رب، ويقدم مشيئته تكون، او الخير يكون اللي جاي يكون احسن، يعني ان شاء الله. مش عارفه اتكلم والله، مش مرتبه كلام يعني. مش عارفه بجد ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. فانا مش عايزه حاجه انا عايزه بس افكر في حاجه تزود الاضاءه. فاللي جه في دماغي ان انا ممكن تكون عشان بس البوتاجاز عندي في الوش كده فهو مضلم الدنيا، فبفكر احطه من الجنب كده. هنعمل شويه حاجات مع بعض كده. وساعات بحس برضو ان الستيكر ده يعني مدي شويه زغلله للعين، او مخلي الدنيا زحمه عشان المربعات اللي فيه والكلام ده كله. برضو بفكر اشيله، فمش عارفه، بفكر في كذا حاجه. فربنا ييسر الامور والفتره اللي جايه كده نعمل، يعني هو ان شاء الله قريب جدا، يعني الفتره اللي جايه باذن الله. وعايزه اعمل الحاجات دي كلها قبل رمضان عشان ابقى فاضيه جدا كده رمضان. لان بصراحه كل سنه بيبقى عندي كذا شغلانه، يعني انا بقالي تقريبا بتاع سنتين او 3 سنين، 3 رمضانات يعني ورا بعض كنت بشتغل، ما كنتش ببقى قاعده في البيت. فما كنتش بحس بزهوه رمضان قوي. فالسنه دي عايزه استمتع قوي بقى كده برمضان، وابقى قاعده بقى فاضيه واعمل وصفات حلوه، واعمل شويه حلويات كمان، ونستعد لحاجه العيد. فعايزه افضي نفسي خالص قبل رمضان، مش عايزه ادخل رمضان وانا عندي كركبه، او انا عندي مثلا حاجات وتغييرات او تجديدات عايزه اعملها والكلام ده كله. فعايزه افضي الدنيا خالص الفتره دي، استغل الفتره اللي باقيه دي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بحيث ان انا استغل الوقت ده ويدخل عليا رمضان وانا الدنيا عندي كده متهندمه ومتظبطه مش زحمه، ايام الايام مش زحمه بسبب اللي هيبقى اللي ورايا، انتوا فاهميني؟ فربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله، ويكون اللي جاي باذن الله خير عليا وعليكم يا رب. بإذن الله دعواتكم كده معايا، ودعواتكم من قلوبكم كده، ويا رب لكم بالمثل. اللي يدعي لي دعوة حلوة من قلبه. هنا بقى كنت بلمع البوتاجاز. عايزة اقول لكم البوتاجاز عشان انا بقالي فترة طويلة جدا، اكتر من سنة او اكتر كمان، ما بقتش احط خالص الورق الالومنيا ده على البوتاجاز. بجد كان مبهدل لي البوتاجاز تماما. يعني اكتشفت ان هو مش حاجة تحميه او حاجة تخليه دايما نظيف، بالعكس دي حاجة بتقضي على البوتاجاز.
لانه بيتراكم تحتيه دهون، وبقى لو لبن فار منك، شوربه اتدلقت، اي يعني حاجه من الحاجات اللي بتحصل يوميا دي. فاكتشفت بجد ان الموضوع ورق الالومنيا دي حاجه كارثه يعني بجد. يعني ابتديت ان انا اخف منها خالص، ما بقتش احطه تقريبا بقالي سنه ونص. على طول بقت ايدي في البوتاجاز، فعشان كده ما شاء الله بقى بيلمع على طول. هنا بقى كنت برجع بقى المواعين مكانها. استغليت قلت بقى خليني اخرج من المطبخ وانا متشطبه تماما. غيرت كمان شنطه الباسكت بتاعت الكمامه هنا، يعني عزكم الله. وهنا كنت خلاص بقى المواعين خلصت، والبوتاجاز والرخامه وكل حاجه، يعني اللهم لك الحمد. كانت الدنيا خلصت معايا على طول. آه انا برضه عملت الرخامه بتاعه الحوض. وكمان على طول كده اول باول بمسك الحوض بعد كل مواعين. يعني انا عايزه اقول لكم الحوض ده بيدعك ممكن 3 4 مرات في اليوم. بس برضه يعني ايدي فيه على طول عشان يفضل كده يلمع معايا. لان انا انا اصلا لما جيت هنا الشقه ما كانش الحوض دي ولا الرخامه، كان الحوض الاستانلس العادي، ما كنتش طبعا لسه صورت. ف فدايما محافظه عليه برضه، فاهميني ان انا على طول ايدي فيه. بس يا بنات بقى، فبجد عايزه اقول لكم حاجه، اللي موضوع الاضاءه ده مضايقني جدا. فاللي عنده اي اقتراح يا ريت بس كده يا بنات ان انتوا تقولوه لي كده وحفزوني، وقولوا لي كده رايكم ايه. ممكن حد مثلا يقترح عليا فكره او حاجه تكون بالنسبه لي مش مكلفه، وتكون بالنسبه لي برضو اقدر اعملها واقدر يعني ان انا انفذها باذن الله مع الحاجات اللي عايزه اعملها الفتره الجايه. ربنا يكرم باذن الله. دعواتكم ليا وتحفيزكم والله بجد بيفرق معايا كتير قوي يا بنات. تعليقاتكم بتفرق معايا، وقفتنا جنب بعض هتفرق معانا كتير. كلنا نفسنا ننجح، وكلنا نفسنا نوصل لحتة حلوة، وكلنا نفسنا نوصل لحلمنا. مفيش اكيد حد فتح قناة او مفيش واحدة فتح قناة عشان مش عايزة توصل. بالعكس كلنا نفسنا نوصل لحتة كويسة ونكبر قنواتنا ويبقى اكيد برضو الموضوع مش بس يعني ان احنا نفسنا نكبر قناتنا، اكيد برضو نفسنا قنواتنا تكبر والدنيا تتظبط، وماديا برضو تكون الدنيا احسن حال. فربنا يا رب يوسع علينا كلنا، واللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له. هنا كنت خلصت بقى المطبخ الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. فقلت بقى اعمل الغدا بالمره كده وانا واقفه، ما اطلعش من المطبخ غير لما اكون مخلصه كل حاجه. هنا بقى كنت بعمل فراخ، كنت جايبه فرخه ومنضفاها مع نفسي كده، وشلت الجلد من عليها. وقلت هعملها لهم في مشويه كده خفيفه، علشان كنا تعبانين ومش عايزين ناكل اي حاجه بقى فيها سمنه او زيت والكلام ده كله. فقلت اعمل لهم كده خلطه للفراخ، بعملها بجد حلوه قوي يا بنات، وسهله جدا وبسيطه. تنفعك بقى سواء عامله رجيم مش عامله رجيم. مثلا عايزه تاكلي حاجه خفيفه مشويه ملها، بجد هتفرق. وكمان هتديكي طعم الشوي اللي بره، وهتبقى من جوه طريه جدا معاكي، ومش هتحتاج بقى لا فحم ولا الكلام ده كله. انا بمسك الفرخه كده بقطعها واشيل الجلد من عليها. الجلد انا عارفه ان الجلد اللي بيحمي الفرخه ان هي ما تتلسعش على طول، بس انا فعلا ما بحبش الجلد بتاع الفراخ ده خالص يعني خالص. فهنا بقى كنت جايبه بصلايه قطعتها كده مكعبات زي ما انتم شايفين، وكنت جايبه شويه قرفه وشويه بهارات وملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. المهم مسكت الفرخه تبلتها كويس جدا جدا، وفتحتها كده نغستها بالسكينه زي ما انتم شفتوا، وتبلتها سبتها حوالي بس نص ساعه، وبعد كده بقى دخلتها الفرن. بصوا بقى التكايه اللي بتخلي الفراخ تستوي معاكي على طول وما تنشفش، لان انا كنت مشغله عليها الفرن مش مشغله عليها الشوايه. عشان ان انا مقطعاها، انا مش عاملاها فرخه سليمه. ان انا بجيب، انا عندي اللي انتوا شفتوها ده الصاج والشبكه، ده كان بتاع الفرن القديم اللي عندي الكهرباء. فلو عندك بقى فرن كهرباء او حاجه هتستخدميه. بحط الفراخ ارصها على الشبكه، واحط من تحتيها الصاجه، وبحط على الصاجه ميه سخنه. وكل ما بتقل الميه السخنه دي بحط ميه سخنه تاني. ليه؟ البخار بيسوي الفراخ بسرعه جدا، وبيخليها من جوه بجد مش عايزه اقول لكم طراوه، طريه جدا وجواها طراوه كده وجوسي، حلوه جدا ومش ناشفه بقى، وبتستوي على طول وما بتاخدش وقت. فالطريقه دي حلوه قوي. ولما بتستوي بقى بولع عليها الشوايه من فوق عشان تاخد لون. هنا بقى كنت بعمل لهم الرز بالخلطه. حلو قوي، جربوها هيعجبكم بجد يا بنات، طعمه تحفه. مش عارفه انتوا جربتوا؟ اللي جرب رز ابو شقره، عارفين مطعم الشقره اللي هو الكبابجي؟
انا بحب قوي الوجبه بتاعته اللي هي فيها رز، ووجبه اللي هي الربع فرخه دي وبيبقى معاها رز بالخلطه. فبجد احلى رز بالخلطه دقته في حياتي هو الرز بتاع ابو شقره. فانا بعمله زيه والله بجد بالطريقه دي، بحس ان هو بيديني نفس التست بتاعه. بصوا بقى، اول حاجه عملتها ايه، مسكت البصلايه بشرتها كويس جدا، وبعد كده نزلت بيها على النار وحطيت عود قرفه وحبهان، لو عندك بقى ورق لورا كمان هيبقى حلو، وشويه بهارات. تمام. ولو عندك بقى اللي هو الليمون المجفف ده برضه حطي، انا بصراحه ما كانش عندي. وجبت هنا معلقه كبيره من السكر، وكرملتها كده، خليتها مكرمله في طاسه لوحدها، وبعد كده نزلت بيها على السكر. بصوا في خطوه انا نسيتها، انا المفروض اصلا ان انا اكرمل معلقه السكر دي اول حاجه، وبعد كده انزل عليها بالبصله والتوابل والقرفه بتاعتي. بس بصراحه انا نسيت خالص، يعني اول ما حطيت البصله على النار افتكرت، فعملتها بقى في طاسه لوحدها. المهم هنا بقى فضلت ان انا احمر في الرز كده، احمر في الرز لحد ما اتاكد ان انتوا عارفين ان السكر لما بيتكرمل بيرجع يمسك في بعضه تاني، فما تقلقوش هيفك مع بعضه اول ما تيجوا تشوحوا الرز. شوحته كويس وسبته اهو زي ما انتوا شايفين كده استوى، والفراخ بتاعتي استوت وكان طعمها رهيب. عملت لهم كمان شويه سلطه، وكان النهارده ده الغدا بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. وخلصنا بقى الغدا بتاعنا، وعملنا لنا بقى كوبايتين شاي كده حلوين. علشان انا اهم حاجه في اليوم بتاعي هي كوبايه الشاي، لازم بعد كل اكل كوبايه شاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون روتين النهارده يكون عجبكم. اشوفكم على خير دايما، واشوفكم دايما في احسن حال واتم صحه يا رب، وسنه سعيده عليكم كلكم وعلينا، وتصبحوا على خير.